البطل المغربي بدر هاري بعد أن اعتزل رياضة الكيك بوكسين بشكل نهائي بعد خسارته الأخيرة ضد أليستر أوفريم، يعود مجددا إلى الحلبة. نزال جديد للأسطورة بدر هاري، أحداث جديدة وشيقة من خلال هذا المقطع الشيق فتابعوه. لكن قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. المقاتل المغربي بدر هاري أحد أعظم مقاتلي الوزن الثقيل على الإطلاق، بعد أن تعرض للهزيمة ضد عدوه اللدود الهولندي أليستر أوفريم. قال بدر بأنه سيتوقف عن القتال وسيكون ذلك النزال هو نزاله الأخير. لكن بعد أسابيع من نزاله ضد أوفريم اتضح بأن أليستر كان قد استعان بالمنشطات في ذلك النزال، والمنشطات هي مادة محظورة في عالم الرياضات القتالية، وبذلك فنزال بدر وأوفريم الذي فاز فيه أوفريم تم سحب نتيجة النزال لصالح المغربي بدر هاري. وهذا يعني بأن بدر سيعود للحلبة مجددا ولن يتوقف عن القتال، لأنه شوهد مؤخرا وهو يتدرب في صالة مدربه السابق مايك لوباسونير. نعم، بدر عاد بعقلية أخرى وهي عقلية اللاعب من أجل الفوز، ولن ينهي مسيرته وهو قد فشل في تحقيق لقب الوزن الثقيل الذي كان يحلم بتحقيقه. بدر ومايك لوباسونير كانا قد حققا نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، وربما عودة بدر لهذا المدرب المخضرم ستكون بداية جديدة في مسيرة أقوى مقاتلي الكيك بوكسين، لأن مايك يعرف بدر جيدا وهو قادر على منحه تلك الثقة وتلك التداريب اللازمة من أجل عودته إلى سكة الانتصارات مجددا. وفي أحد اللقاءات الصحفية صرح المدرب مايك بأن بدر سيعود للقتال من جديد، لكن قال بأن بدر سيقاتل في نزال واحد فقط، وسيكون نزاله القادم هو آخر نزال له في مسيرته. فبدر اختار أن ينهي مسيرته مع المدرب الذي قضى معه أعواما كثيرة. نتمنى كل التوفيق للبطل المغربي بدر هاري في مسيرته القتالية. أجيبوني من خلال التعليقات، هل تعتقد بأن بدر قادر على العودة لسكة الانتصارات من جديد، أم أنه كان من الأفضل له البقاء معتزلا؟ أنتظر إجابتكم من خلال التعليقات. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.